إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا مشهود إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا موجود إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء يا الله 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 لم يزل بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل بنا والمسلمين قادر مقتدر وقاهر لكل غو قادر من الهدى الظالمين يا لطيف لم يزل بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل بنا والمسلمين وكل بال وارد وفجر معاند وكل ضاق حاسد من البغاة المفسدين يا لطيف لم يزل بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل بنا والمسلمين نستنصر به نقتدر بسيف مشي نكر أعداءنا المعاندين يا لطيف لم يزل بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل بنا والمسلمين والحمد دام سرمدا ودائما مؤبدا وليس يسعددا لله رب العالمين يا لطيف لم يزل بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل بنا والمسلمين سبحان من عز وجل بر الأمان والوجل قضى لكل بالأجل من سائر الخلق أجمعين يا لطيف لم يزل بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل بنا والمسلمين نسألك رب الوباء والأدايا والبلاء وشر كل مبتلى وكيد كل ظالمين يا لطيف لم يزل بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل بنا والمسلمين المتبع على السمع الأولى والآل أرباب العبا وصابه المجاهدين يا لطيف لم يزل بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل بنا والمسلمين والتابعين الأسوياء العابدين الأونياء الزاهدين الأتقياء المصلحين المحسنين يا لطيف لم يزل بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل بنا والمسلمين وغابر كشيخ عبد القادر من خص بالسرائر بين العباد الصالحين يا لطيف لم يزل بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل بنا والمسلمين الفقيه جدنا وببني ذخر علوي علي والقدم سقف يا لطيف لم يزل بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل بنا والمسلمين أبو بكر الإمام من سالم العدب الحسام ببني غثل أنم العدن حبر أمين يا لطيف لم يزل بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل بنا والمسلمين أحمد ونور كل مهتدي وجعفر ذي رشد سلطان كل العارفين يا لطيف لم يزل بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل بنا والمسلمين الأطاس بالحسين الإبرس وبالخليفة براس الغاث كانوا أجمعين يا لطيف لم يزل بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل بنا والمسلمين عدتي غثيغية عدتي ومنكد من شدتي البركة في القاصدين يا لطيف لم يزل بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل بنا والمسلمين والجمل وبالصفي والكمل ومن لهم باتصال من الحضر أجمعين يا لطيف لم يزل بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل بنا والمسلمين الحلاح لمن حل في جلاد اليوم مرقيات الآمل البارك الكامل يا لطيف لم يزل بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل بنا والمسلمين والعذر ذاكر في كل حال شاكر ومستقيم صابر حاوي خصال المهتدي يا لطيف لم يزل بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل بنا والمسلمين سميت المستهرا قطب سيدنا عمر ثم صفي بهر الدرر قلب الدعاة الناصحين يا لطيف لم يزل بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل بنا والمسلمين حامل من رمان وبالحسن ذاك الأمر ومن إذا يداحظ لمن يناديه يعين يا لطيف لم يزل بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل بنا والمسلمين حب النور لآل الله بالنصيب جاه كل شر لنا خسنا اليقين يا لطيف لم يزل بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل بنا بمن والمسلمين بهذا الأرض حل شيخ سيدنا الأجل يسر لنا كل الأمل والطوبنا والمسلمين يا لطيف لم يزل بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل بنا في سير شيخ والمسلمين
باليسر عجل لنا باليسر والفضل ثم النصر آمين رب العالمين يا لطيف لم يزل بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل بنا والمسلمين الكرام خصوصا سيدنا الإمام عبد الله العلي المقام المخرج أجمعين يا لطيف لم يزل بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل بنا والمسلمين من قدرنا من كل بر مخزنا وسائر سافر لنا نسر حسن مع الحسين يا لطيف لم يزل بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل بنا والمسلمين وبالعمودي الإمام وأولاد الغر الكرام من حوى ذاك المقام من كل كيدوم مكين يا لطيف لم يزل بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل بنا والمسلمين القميل يسعدها يوم الثالث بأن دفننا المغث من هنة قاصدين يا لطيف لم يزل بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل بنا والمسلمين حسن ولا وارتاه فيها واعتلى مرسوم بين الملا في الوقت شيخ العارفين يا لطيف لم يزل بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل بنا والمسلمين مذهبا والعلوي مشربا وهو الذي يدعى بما سودا بين العالمين يا لطيف لم يزل بنا وما نزل إنك لطيف لم تزل بنا عين والمسلمين العناية الفطن سكي قوسة المنى نحيا الضريق والسنن فاتح وتاني الطالبين يا لطيف لم يزل بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل بنا والمسلمين الجامعين حل قرب الجامع سلك بي يا سامي بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل بنا والمسلمين الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا مطلوبنا الله 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 حسبنا ربنا أجل لنا مطلوبنا المصطفى اسرح حملنا وبحق المرتضى اكشف كربنا الله 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 حسبنا ربنا أجل لنا مطلوبنا أسرار البطول لطف بنا بحق الحسنين كلنا الله 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 حسبنا ربنا أجل لنا مطلوبنا العابدين اغفر لنا وبحق الباقي رتمم نورنا الله 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 حسبنا ربنا أجل لنا مطلوبنا الصادق جمع شملنا وبحق القاضي ارفع قدرنا الله 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 حسبنا ربنا أجل لنا مطلوبنا اهدنا معروف الجمال جمل لنا الله 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 حسبنا ربنا أجل لنا مطلوبنا بر عيسى فاشفنا وابن أحمد سهل صعبنا الله 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 حسبنا ربنا أجل لنا مطلوبنا وبيد النجنا وبعلوي فكمل سعدنا الله 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 حسبنا ربنا أجل لنا مطلوبنا في الجمال اسمع لنا وبعلوي وعلي ذخرنا الله 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 حسبنا ربنا أجل لنا مطلوبنا شرف مرباطا غدا علوي وعلي نسلنا الله 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 حسبنا ربنا أجل لنا مطلوبنا يا الفقيه الغاث يا غاثنا هيا لنا هيا لنا الله 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 حسبنا ربنا أجل لنا مطلوبنا علي ولي وشهاب الدين بالكل احمنا الله 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 حسبنا ربنا أجل لنا مطلوبنا يا بعلوي وعلى سنوي الغاث فينا الله 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 حسبنا ربنا أجل لنا مطلوبنا الدين وشيخ ابن غسن السقا في كل عنا الله 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 حسبنا ربنا أجل لنا مطلوبنا والمخضر وإخباد الباقي عجل نصرنا الله 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 حسبنا ربنا أجل لنا مطلوبنا ادرس القدوم الفخر الملغات فادفع شرنا الله 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 حسبنا ربنا أجل لنا مطلوبنا وابني وشهاب الدين دمم قصدنا الله 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 حسبنا ربنا أجل لنا مطلوبنا والغوث الذي حل في عينار فهزم خصمنا الله 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 حسبنا ربنا أجل لنا مطلوبنا والمخضر ثم الحسين أهل عيدانا وابقنا الله 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 حسبنا ربنا أجل لنا مطلوبنا والشيخ الذي حل في مكة سهل صعبنا الله 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 حسبنا ربنا أجل لنا مطلوبنا جدي وابن العيدروس الحبر فانصر جندنا الله 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 حسبنا ربنا أجل لنا مطلوبنا وإمام والدي قدوة الدين ومصباح الدنا الله 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 حسبنا ربنا أجل لنا مطلوبنا بهم يا ربنا واكفنا كل مهم وعنا الله 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 حسبنا ربنا أجل لنا ربنا عجل مطلوبنا بهم مطلوبنا واكشف الحال الذي حل بنا الله 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 حسبنا ربنا أجل لنا مطلوبنا بكم جار لكم ما خاف قد ضيما نونا
مطلوبنا الله 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 حسبنا ربنا جلنا مطلوبنا الناس ومن ذا مثلكم يا عز الناس يا كنز الغنى الله 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 حسبنا ربنا جلنا مطلوبنا لقد ضام الأوطان يا خير من حاز المثاني والثناء الله 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 حسبنا ربنا جلنا من مطلوبنا غيركم يا سادتي الكدين حان خطب أودنا الله 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 حسبنا ربنا جلنا مطلوبنا من سواكم فادركوا هيا 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 ها هنا الله 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 حسبنا ربنا جلنا مطلوبنا هيا عجلوا لغارة يدرك العبد بها قصى المنى الله 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 حسبنا ربنا جلنا مطلوبنا ونكشف به مكروهنا واحمنا من كل خطب نمنا الله 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 حسبنا ربنا جلنا مطلوبنا بالمصطفى الهادي اكفنا كل شر وعدو يا ربنا الله 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 حسبنا ربنا جلنا مطلوبنا صلاة وسلاما دائما يتغشاه بها كل هنا الله 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 حسبنا ربنا جلنا وعلى مطلوبنا آل أصحاب ومن بعدهم ما لاح برك أو سنا الله 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 حسبنا ربنا جلنا مطلوبنا آمين يا الله آمين يا الله بهم يا ربي آمين يا الله سلكتم فرج كربي آمين يا الله أنت إلهي حسبي آمين يا الله على البغاة الكائدين عجل برفع ما نزل آمين يا الله إنك لطيف لم تزل يا من الله غيرك عز وجل يا الله ولطيف بالعالمين يا الله رب اكفنا شر آمين يا العدا الله وخذهم آمين يا وبددا الله واجعلهم لنا آمين فدا يا الله وعبرة للناس آمين يا يا الله ربي شتت شملهم آمين يا يا الله ربي فرق جمعهم آمين يا يا الله ربي كلل عدهم آمين يا الله واجعلهم في آمين يا الغابرين الله ولا تبلغهم آمين يا مراد الله ونارهم تصبح آمين يا رماد الله بكافى يا عين آمين يا الصاد الله الحال واللو آمين يا خائنين الله شر كل آمين يا ماكر الله وخائن وغادر آمين يا الله وعين وساحر آمين يا الله وشر كل آمين يا المؤمنين الله لمعتد وغاصب آمين يا الله ومفتر وكاذب آمين يا الله وفجر وعائد آمين يا الله وحاسد وشامت يا الله يا ربنا يا آمين ربنا يا الله يا ذا البهاء وذا آمين يا السنا الله وذا العطاء وذا آمين يا الغنى الله أنت مجيب آمين يا السائلين الله يسر لنا آمين يا أمورنا الله واشرح لنا آمين يا صدورنا الله واستر لنا آمين يا عيوبنا الله فأنت بستر آمين يا الله واغفر لنا آمين يا ذنوبنا الله وكل ذنب آمين يا عندنا الله وامن بتوبة آمين يا لنا الله أنت آمين حبيب يا الله التائبين آمين يا بجاه الله سيدنا الرسول آمين يا الله والحسنين والبتول آمين يا الله والمرتضى آمين يا بالفحول الله وجاه جبريل آمين يا الله الأمين ثم الصلاة آمين يا والسلام الله على النبي خير آمين يا الأنام الله وآله الغر آمين يا الكرام الله وصحبه آمين يا والتابعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي سجل الكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كذبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء
وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون صدق الله العظيم. يا أرحم الراحمين ارض بنا في قضاء يا أرحم الراحمين ارض بنا في قضاء وافنا يا إلهي من نوازل البلاء يا أرحم الراحمين ارض بنا في قضاء لنا الخير كل واهدنا بهدى يا أرحم الراحمين ارض بنا في قضاء نستعينك ونستغنيك عمن سواك يا أرحم الراحمين ارض بنا في صاحب قضاء الفضل والإحسان نرجو يا أرحم الراحمين ارض بنا في قضاء كل المطالب كلها في رضا يا أرحم الراحمين ارض بنا في نعبد قضاء ونشهد مشهدنا نرى يا أرحم الراحمين ارض بنا في قضاء نقدرنا نور عين يا استفاء أرحم الراحمين ارض بنا في قضاء مشاهد من يوالي ولا يا أرحم الراحمين ارض بنا في على قضاء سنة الهدي يراعي رعايا يا أرحم الراحمين ارض بنا في قضاء للقرآن بحقنا يا أرحم الراحمين ارض بنا في قضاء كذلك تحقق أن هذا حكى يا أرحم الراحمين ارض بنا في وصار قضاء قلبه وقلبهم دلا من صفا يا أرحم الراحمين ارض بنا في قضاء والعلم والتعظيم يا الحسن يا أرحم الراحمين ارض بنا في قضاء لمن كان حظ منك وافر هنا يا أرحم الراحمين ارض بنا في بسبب قضاء العلم جاء الله من قدر يا أرحم الراحمين ارض بنا في قضاء لنا يا حيث جئت وجاء يا أرحم الراحمين ارض بنا في قضاء بمجيبك صار سمع دعاء يا أرحم الراحمين ارض بنا في قضاء إليك وخيم حتى ساح فينا يا أرحم الراحمين ارض بنا في قضاء ولنا والمنى والباس شئت يا وشاء أرحم الراحمين ارض بنا في قضاء يا رب هب لي في رجاء من يا رجاء أرحم الراحمين ارض بنا في قضاء وقربني مع من دعا يا أرحم الراحمين ارض بنا في قضاء حسبي وعوني فاشفني بشفاء يا أرحم الراحمين ارض بنا في قضاء والقلب والمسن لما صدقي يا أرحم الراحمين ارض بنا في قضاء روحي بذكري واحمني بحماية يا أرحم الراحمين ارض بنا في قضاء لي وحمل لمحبة يا أرحم الراحمين ارض بنا في قضاء أستغفر الله غفرانك لمن قد عصى يا أرحم الراحمين ارض بنا في قضاء يقيني وثمني ثبات يا أولياء أرحم الراحمين ارض بنا في قضاء لله واختمها بطابع هدى يا أرحم الراحمين ارض بنا في قضاء ربي وسلم نزل مسلما يا أرحم الراحمين ارض بنا في قضاء النبي المصطفى المحمود خان من بيا يا أرحم الراحمين ارض بنا في قضاء الحياة الذي يحيا به من حياة يا أرحم الراحمين ارض بنا في قضاء والحقنا به اسم اسمي يا أرحم الراحمين ارض بنا في يا قضاء من الخائفين نجنا مما يا من نخاف الخائف نجنا مما يا نخاف الصالحين كن موالنا يا من الخائف نجنا مما نخاف الذاكرين اهدنا سبل يا العفاف من الخائف نجنا مما يا مجيب نخاف السائلين ربنا واغفر وعافنا يا من الخائف نجنا مما يا نخاف معين شفها عسى شفا يا من الخائف نجنا مما نخاف مبين جاء بالنصر يا موافق من الخائف نجنا مما نخاف والمؤذين كفهم عنا كفا يا من الخائف نجنا مما نخاف الظالمين حدهم حتى التلا يا من الخائف نجنا مما في نخاف مبين منهم فيهم مضاف يا من الخائف نجنا مما نخاف سرنا مدبرين ذهبوا بالانصراف يا من الخائف نجنا مما وخدنا نخاف هالك في شفا جرف الهيا يا من الخائف نجنا مما والتوبة نخاف الباقي نكفيهم يا خير يا من الخائف نجنا مما الله نخاف المعين هو الآخر يا من الخائف نجنا مما نخاف المتوكلين كل شر من مخاف يا من الخائف نجنا مما نخاف العالمين وإليه يا من الانعطاف الخائف نجنا مما نخاف حسن من سواه ما يا نخاف من الخائف نجنا مما وصلاة نخاف كل حين وسلام الله يا من الخائف نجنا مما والهدي نخاف الأمين وآل أصحاب الأفاق يا من الخائف نجنا مما نخاف للمسلمين المساكين يا الضعاف من الخائف نجنا مما بارك الله نخاف
فمتنه بهم ارحم يا من الخائف نجنا مما نخاف تب علينا وارحمنا وانظر إلينا يا تب علينا وارحمنا وانظر إلينا تب علينا سامحنا بما جنينا يا تب علينا سامحنا بما جنينا تب علينا اغفر لنا ولوالدينا يا تب علينا اغفر لنا ولوالدينا توبة مغفرة والجمال دنيا وآخرة يا الله بتوبة توبة مغفرة والجمال دنيا وآخرة بتوبة وقبل وإحسان يا الله بتوبة قبل درج الأكفاء يا الله بتوبة وقبل وإحسان يا الله بتوبة قبل درج الأكفاء يا الله رضا والعفو عما قد مضى يا الله رضا يا الله رضا والعفو عما قد مضى يا الله رضا يا الله بتوبة وقبول يا الله رضا يا الله رضا يا الله بتوبة وقبول استغفر الله ونتوب إلى الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله ونتوب إلى الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم سألك بحق ذاتك اغفر لنا ولوالدينا يا رب سألك بحق ذاتك اغفر لنا ولوالدينا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران جد لهذا الإنسان عبد سوء خزيان من ذنوبه وحلا خائف إنك غضبان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران ربنا نستعفيك ربنا نستكفيك ولنا ظن فيك يا رجهل الإيمان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو لا الغفران تخيب رجي تحت بابك لاجي لم يزل بالداجي قائلا يا حنان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران بعظيم الأسماء والصفات الحسنى والملائك جمّا وبجاه القرآن لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران بالنبي الأمي وخديجة أمي والبتول الختمي سيدات النسوان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران بالنبي ابن مريم وبهود الأكرم وبها دون العام والنبي ابن عمران لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو وبجاه الغفران الأصحاب وبجاه الأقطب والولي الأواب شيخنا أبا سوداء لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران بمشايخ الإسلام أهل علم واحكام والولي بن بسطام والولي بن جيلان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران يا إله العالم يا إله العالم باب الشر يا إله والفقيه العالم المشهر يا إله العالم والعلو الأبرار يا إله من العالم بهم حالي يا إله زاد العالم بعينات يا اليوم إله ما العالم كما هم في يا القوم إله وإن العالم بدأ مني يا لوم إله العالم يطلبوا
للغفران الحسن بن صالح بحر نور طافح لا تكن لي فاضح يا صمد يا منان مثل شيخ المشهد ابن ناصر أحمد وعبي ثم الجد للمعالي لهم شان جدلنا بالمطلوب والفرج مثل أيوب ولفرح يعقوب عين زالت الأحزان ربنا اغفر وارحم واعف عما تعلم فإن جودك دعم إنس خلقك والجاه ودروس القرآن واجتماع الإخوان لدعاء الرحمن سرهم الإعلام عن حبيب المحضر غائبا بالأسحار غائبا يا غفار جد لنا بالغفران استجب لي واسمع ولنا الكل أجمع ولمن لك يطرع طالبا للإحسان وصلاة تترى لمن خص بالإسراء وذويه ضرا لجميع الأزمان يا عالم سر منا لا تتكي ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عالم سر منا لا تتكي ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا ربي أرباب عبدك فقيرك على الباب أتى وقد بات الأسباب مستدركا بعدما مات يا عالم سر منا لا تتكي ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا جودك الخير خيرك وعندك فوق الذي رمى عبدك فادرك برحمتك في الحال يا عالم سر منا لا تتكي ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا ومسع الكل برا أسألك أسبل سترا على القبائح والأخطاء يا عالم سر منا لا تتكي ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا قلبي حسبي اعتلاعك حسبي فامحو بعفوك ذنبي واصل قسودي والأعمال يا عالم سر منا لا تتكي ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا اعتمادي كما إليك استنادي صدقا وأقصى مرادي رضاؤك الدائم الحال يا عالم سر منا لا تتكي ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا إني أسألك العفو عني ولم يخف فيك ظني يا ملك الملك يا عالم سر منا لا تتكي ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا وأبكي من شم ظلمي وإفكي وسوء فعلي وتركي وشهوة القل والقار يا عالم سر منا لا تتكي ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا وحب دنيا ذميمة من كل خير عقيمة فيها البلايا مقيمة وحشمها آفات واشغال يا عالم سر منا لا تتكي ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا ويح نفس الغوية عن السبيل السوية أضحت تروج علي وقصدها الجاه والمال يا عالم سر منا لا تتكي ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا قد غلبتني وبالأمان سبتني وفي الحظوظ كبتني
وقيدتني بالأكبار. عالم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. استعنتك ربي على مداوة قلبي وحل عقدة كربي فانظر إلى الغم ينجى. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث يا ربي يا كنا. خير كافي احلل علينا العوافي فليس شيء ثم خافي عليك تفصيل وجمال. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. لا إله إلا الله لا إله إلا الله ربي عبدك ببابك لا إله إلا الله يخشى لي مع ذبك لا إله إلا الله ويرتجي لثوابك لا إله إلا الله وغيث رحمتك هطال لا إله إلا الله وقتتك بعذره لا إله إلا الله وبانكسار وفقره لا إله إلا الله واهزم بيسرك عسره لا إله إلا الله بماضي جودك والإفضال لا إله إلا الله وامن عليه بتوبة لا إله إلا الله تغسل من كل حوبة لا إله إلا الله واعصمه من شر أوبة لا إله إلا الله لكل ما عنه قد حال لا إله إلا الله فأنت مولى الموالي لا إله إلا الله المنفرد بالكمال لا إله إلا الله وبالعلا والتعالي لا إله إلا الله علوت عن ضرب الأمثال لا إله إلا الله جودك وفضلك وبرك لا إله إلا الله يرجى وبشك وقهرك لا إله إلا الله يخشى وذكرك وشكرك لا إله إلا الله لازم وحمدك والإجلال لا إله إلا الله يا ربي أنت ناصري لا إله إلا الله ملكني كل خيري لا إله إلا الله واجعل جنانك مصيري لا إله إلا الله واختم بالإيمان الأجال لا إله إلا الله وصلي في كل حالة لا إله إلا الله على مزيل الضلالة لا إله إلا الله من كلمته الغزلة لا إله إلا الله محمد الهدي لا إله إلا الله الحمد لله شكرا لا إله إلا الله على النعم منه تترى لا إله إلا الله حمد سرا وجهرا لا إله إلا الله وبالغدايا والأصال لا إله إلا الله. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. فادرك إلهي درا قبل الفنا والهلاك يعم دنيا ودين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. مع الأدلى كي نستقيم على هداك القويم ولا نطيع اللعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. مجيب أنت السميع القريب ضاق الواسع الرحيم فانظر إلى المؤمنين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. العنا عنا وتثني المنى منا وكل الهنا نعطه في كل حين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين
فرج على جاهل المسلمين الجدود وليقيم الحدود فينا ويكفي الحسود ويدفع الظالمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يقيم للصلوات يعمر بالصالحات محب للصالحين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين الهرم يقهر كل طغام يعدل بين الأنام ويؤمن الخائفين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين عامنا في مبارك دوام يدوم في كل عام على ممر السنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين الشاكرين وتوفانا مسلمين وابعث بنا الآمنين في زمرة السابقين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ربنا بالقبول وهب لنا كل سول رب استجب لي أمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وكل فكرك جميل وفيك أملنا طويل فجد على الطامعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين في لما لا يطاق فمن بفك الغلاق لمن بذنب رهين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين كل الذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي هذا المؤذي يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين الختام إذا ذن الانصرام وحان حين الحمام وزاد رشح الجبين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصبي والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين شيخ الحضرة حسلنا نظرة بجاهل الله يمهو ذنوب الله شيخ الحضرة سلنا نظرة بجاهل الله يمهو ذنوب الله بحمد الله ونستمد بالله بجاهل الله نفوز بحول الله شيخ الحضرة سلنا نظرة بجاهل الله يمهو ذنوب الله بفضله الشامل يصلح لنا العاجل في الحال والآجل والكل فضل الله شيخ الحضرة سلنا نظرة بجاهل الله يمهو ذنوب وبعد الله جاء النظم من الشريف الضخم عن الجمال الفخم حبيبنا في الله شيخ الحضرة سلنا نظرة بجاهل الله يمهو ذنوب طالب الله المحضر المخبد الصبر مظهر الأسرار سليل أهل الله شيخ الحضرة سلنا نظرة بجاهل الله يمهو ذنوب القادة القدوة الله سادة الصفا ذي ما لهم شهوة إلا لذكر الله الشيخ الحضرة سلنا نظرة بجاهل الله يمهو ذنوب مثل الإمام الله الفخر عن رافع القدر كالشمس لك البدر يا ضيل خلق الله الشيخ الحضرة سلنا نظرة بجاهل الله يمهو ذنوب وبكر بن الله سالم وحذفا للظالم الفجر الغاشم يهليك بأمر الله الشيخ الحضرة سلنا نظرة بجاهل الله يمهو ذنوب وينجي الله الغارق إن كان بهواسق يلحقه بالسابق هذا بفضل الله الشيخ الحضرة سلنا نظرة بجاهل الله يمهو ذنوب لما الله قرأ العبد فحشد من نجد وقال لعل السعد يأتي بجود الله الشيخ الحضرة سلنا نظرة بجاهل الله يمهو ذنوب والعبد الله ذا الجاني كثير عصياني كثير طغياني
كم خالف أمر الله نظرة سلنا نظرة بجاه الله مهذن بحق الكون نلحق بهم في اليوم وما جرى من لهم يغفر بجاه الله نظرة سلنا نظرة بجاه الله لأنه حائر وقلبه طائر ولا له ناصر إلا عباد الله نظرة سلنا نظرة بجاه الله مهذن يا سادتي غارة في الحال بدارة ما في الكبد مارة الله 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 نظرة سلنا نظرة بجاه الله مهذن معي قوما وقت الذي روما كله مدى نومه يجي بعون الله نظرة سلنا نظرة بجاه الله مهذن كفى ما بدو لأصوابي في الحال يا أحبابي فإنكم بالله نظرة سلنا نظرة بجاه الله يمهدنا كونوا لنا نصر بسيف القدرة وكل ما نكره وشوه شيء لله نظرة سلنا نظرة بجاه الله يمهدنا هيا بكم هيا للدين والدنيا حيا بكم حيا حيا بنصر الله نظرة سلنا نظرة بجاه الله يمهدنا يقضم جبرائيل أيضا وميكائيل فإنه قد كل في الوقت جار الله سلنا نظرة بجاه الله يمهدنا والمصطفى الطاهر والمرتضى الناصر وابنه والباكر والكل حزب الله نظرة سلنا نظرة بجاه الله يمهدنا حسبهم صفة الرب في الفضل والقرب والكل شيء لله نظرة سلنا نظرة بجاه الله يمهدنا صلي وسلم دوب على النبي المحبوب يحصل المطلوب أجمع بفضل الله نظرة سلنا نظرة بجاه الله يمهدنا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن يا أهل الخاتمة العقول السالمة وأهل القلوب العالمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة بهم معازمة وبصدق نية جازمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن ويا الخاتمة إليها المنتهى قد قال أرباب النهى يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن يا الله الخاتمة بها يا الله بها دعوة عجيبة تامة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا ربنا ألطف بنا واغفر لنا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة واختم بخير عندنا إبان يوم الطامة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة فالموت آت عن قريب كل له منه نصيب يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن من كان الخاتمة دان أو نسب فهو مصيبة عامة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن ثم الخاتمة إذا مت أتك وغسلك وكفنك يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة وشيعك والحدود وصرت جيفا خما يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا ربي كل يا معين إذا رشح عدم الجبين يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة واختم إلهي باليقين من قبل لوم اللائمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة دنياك ماهل المكر وإنما هي للممات يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة فافكر وأمعن في النظر ولا تكن كالسائمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا ربي ما معنى عمل وكسبنا كله زلال يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة لكن لنا فيك أمل تحيي العظام الرامة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن قد الخاتمة حان حين الانتقال والعمر ولا في ضلال يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة لكن أرجو ذا الجلال بجاه والد فاطمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة بجاه والد فاطمة أمن بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة بجاه والد فاطمة أمن بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة بجاه والد فاطمة أمن بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها بها يا الله بحسن الخاتمة والقبول
الفاتحة إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيئنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والمرسلين والآل والصحبة أجمعين والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين وسائر عباد الله الصالحين أن الله يولي درجات في الجنة ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويدخلنا في شفاعتهم وينفعنا ببركاتهم ويرزقنا محبتهم والتخلق بأخلاقهم ويحشرنا في زمرتهم في عافية. الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا علي بن علوي خليل قسم وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وسيدنا علوي بن البكي وإخواني وسيدنا علوي عم الفقيه وابن حماد وعبد الملك وعبد الرحمن وسادتنا علي وعلوي بن البكي وعلي وعبد الله بن علوي بن البكي وسيدنا محمد مولى الدبيلة وشيخ عبد الرحمن السقاف وأولادها الشيخ أبو بكر السكران وشيخ عمر المهدر وإخوانهما وشيخ عبد الله علي إدريس وأولاد أبي بكر الدين وإخوانه قطب الرباني والغوث الصمداني سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني شيخ الحسن الشاذلي الإمام الشافعي وشيخ علي بن أبي بكر وابنه عبد الرحمن بن علي وابن أحمد وشهاب الدين وشيخين محمد جمال الليل ومحمد مولى عيد وسيدنا أبي بكر بن عبد الله بن وسيدنا محمد بن عبد الله والشيخ أبو بكر بن سالم وأخي أقل بن سالم وسيدنا عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله بارس والحبيب أحمد والحبيب عبد الله بن علي الحداد والحبيب عمر بن البر والحبيب عبد الرحمن بن عبد الله بالبقي على مد الدنيا والحبيب حامد بن عمر حامد وسيدنا الحبيب عبد الله بن حسين بن ظاهر وأخي ظاهر بن حسين بن ظاهر إمام المهدي الأحقاف الإمام عمر الحبيب عمر بن محمد بن الحبيب عمر بن سقف بن الصوفي السقف وسيدنا الحمد بن محمد المضر وسيدنا أبي بكر بن عبد الله العطاس وسيدنا علي بن محمد بن حسين الحبشي والحبيب عبد الله بن شيخ الإدريس والحبيب أحمد بن إدريس الإدريس والحبيب عبد الرحمن المشهور وابن علي وابنه عبد الله بن علي المشهور والحبيب سالم بن حفيظ والحبيب محمد بن سالم بن حفيظ والحبيب علي مشهور بن محمد بن سالم بن حفيظ والحبيب عبد الله بن عمر الشاتري والحبيب مهدي الشاتري الحبيب أبو بكر الشاتري الحبيب حسن الشاتري الحبيب سلم الشاتري والحبيب علوي بن عبد الله بن شهاب الدين وابن محمد بن علوي بن شهاب الدين والحبيب عبد الله بن محمد بن علوي بن شهاب الدين والحبيب أبو بكر بن محمد السقاف قرسي الحبيب جعفر بن شيخان السقاف الحبيب علوي بن سقاف السقاف والحبيب صالح بن مسلم الحامي تنقل الحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي كويتان الحبيب علي بن حسين بنgur الحبيب محمد بن إدريس الحبشي الحبيب محمد بن أحمد المهضر الحبيب محمد بن حسين الحبيب إدريس بن سالم الجفري الحبيب سالم بن أحمد بن جنان الحبيب علوي والحبيب حسين بن محمد بن ظاهر الحداد والحبيب عبد القادر بن حمد السقاف جدة الحبيب أحمد مشهور بن ظاهر الحداد الحبيب عبد القادر بن حمد البلفقي الحبيب عبد الله بن عبد القادر البلفقي الحبيب حسن بهارون الحبيب حسن بن محمد بن هود السقاف الحبيب شيخ بن إدريس الحسني الحبيب شيخ بن عبد الرحمن السقاف الحبيب هود بن إدريس الحسني ووصولهم وفروهم ثم وصوص ناره الجنبة عبد الله به مزينة كي حمد كشيري كي خالل كي مشهود بن يي مسوفة ووصولهم وافرهم ثم وصوص ناره الجنبة مهاجر بأهل رستم ووصولهم وافرهم ثم وصوص ناره كي نور حسن كي نواوي بن نور حسن سيدوغري كي خالل كي حسني كي نواوي بن عبد الجليل كي عبد العليم بن عبد الجليل وجميع المشايخ سيدوغري ثم وصوص ناره كي عبد الحميد بن عبد الله بن عمر pasuruan ثم وسوسن نور كي نور سالم ودوكاتون كي هاشم رفيع كي جاسم نور وأصولهم وجميع المشايخ ودوكاتون ثم وسوسن كي علي مرتضى كي أحمد جفري كي محمد سبادة وجميع المشايخ بسوء ثم وسوسن إلى روحي كي منير علي كي برهان كي أنس كي زين العابدين وأصولهم وفروهم كي بدر القمر وأصولهم وفروهم وجميع ساداتنا علي بعلوي وشيخ سعد العمودي وشيخ سالم بن فضل بفضل وشيخ علي بن محمد الخطيب وشيخ سعد بن علي مدحت وشيخ عبد الله بن أحمد باسودا ومشايخ الحضرة الجميع ووالدينا وأولادنا وأهلنا ومشايخنا ومعلمين وكاتب الحضرة ووالديه وجميع المسلمين أن الله يولي درجات في الجنة ويغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة. الفاتحة.
الفاتحة لأصحاب القهوة والبخور والمكر والكرم ومن جاء منه خير أو وصلنا بخير ومن كان سببا لهذا الجمع العظيم والقراء والمستمعين أن الله يجمل أحوالهم ويكون في عونهم ويتقبل منهم ويغفر لوالديهم ووالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات ويجمع قلوبنا على التقوى ويحفظنا وإياهم من كل أذى وبلوى مع العافية الدائمة التامة. الفاتحة. الفاتحة ببركة الحضرة الشريفة وهؤلاء سادة الأنجاب أن الله يصلح الإمام والأمة والراعي والرعية ويفرج على المسلمين ويرحمهم برحمة هنيئة مادئة نافية ويطرح فيها الخير والبركة ويجل بها ويصل السادة العلوية ويغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويسهل مطلوبنا ويحسن أخلاقنا ويوسع من الحلال أرزاقنا ويكفينا شر الأذية والبلية ويطفئ نار الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن ويطيل أعمارنا في طاعته ومحبته ورضاه ويمن علينا بكمال محبته ومحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم واتباع شريعته والاهتداء والرضا به وبسلفنا الصالحين أن الله يؤتي كل سائل منا ومنكم سؤله ومأموله على ما يرضي الله ورسوله ويهب لنا كل خير ويعاملنا معاملة أهل الخير ويقوم ببركة هذه الحضرة المسلمين أجمعين ويتقبله منا ويقبلنا على ما فينا ويمن على الجميع بكمال حسن السابقة وحسن الخاتمة عند الموت في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad Ibni Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah. Radiyallahu ankum wa qala radiyallahu an qala al-muallifu hafizahullah wa ra'ah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Radiyallahu ankum wa qala radiyallahu an wa fi tathbitil fuad anil habib al-kutub Abdullah bin Alawi al-Haddad radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain. Qal idza aradta an ta'rifa 'aqla ar-rajuli min humgihi fas'alhu an mas'alah fa in ajabaka 'anha wa lam yazid 'alayha fa huwa 'aqil wa in ata biha wa dhakara kulla ma fi nafsihi wa takallama bih fa huwa ahmaq. Wal farq bainahuma anna al-'aqil sahihul jasad wal 'amal wal ahmaq sahihul jasad dunal amal wal majnun fasidul jasad wal amal. Wa idza aradta an ta'rifa annahu thiqatun am la fas'alhu wa adkin jawabah thumma ankuth muddatan thumma as'alhu amma sa'altah awalan fa in takallama thaniyan mithla kalamihi al-awwal fa huwa thiqah wa in zada aw nagasa wa lam yakun ala tartibil awwal falaysa bithiqah aw kama qala. Faidatun qala ba'dul hukama alamatul aqli 'ashrun khamsatun minha fil zahir wa khamsatun minha fil batin. Amma adh-dhahir fas-sumtu wa tawadhu'u wa husnul khuluq wa sidqul qawl wal 'amalu salih wa amma al-batin fat-tafakkuru wal i'tibaru wal khushu'u wal khawfu wa dhikrul maut. Intaha ila akhir ma qala radhiyallahu anhu wa ardhah. Berkata Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam kitab Tathbitul Fuad radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah selalu meridai beliau dan kita mendapatkan keberkahan darinya. Idza aradta an ta'rifa 'aqla ar-rajuli, jika kamu hendak mengetahui akal seseorang, min humkihi, daripada kebodohannya, fas'alhu an mas'alatin, maka tanyalah dia an mas'alatin, dari satu masalah. Fa in ajabaka anha wa lam yazid 'alaiha fa huwa aqil. Jika orang tadi itu menjawab dari masalah yang kamu pertanyakan, wa lam yazid 'alaiha, dan tidak menambahi daripada pertanyaanmu, fa huwa aqil, berarti orang tadi itu sudah berakal. Wa in ata biha wa dzakara kullama fi nafsihi wa takallama bihi fa huwa ahmaq. Namun
jika dia tadi itu mendatangkan masalah dan menyebut atau menjelaskan sesuatu yang ada pada dirinya, wa takallama, dan dia mengatakan apa yang ada pada dirinya, fa huwa ahmaq, banyak tambahna. Wal farq bainahuma anal agil sahihul jasad wal amal. Perbedaan yang nampak di antara keduanya, orang yang berakal dan orang yang bodoh, yaitu anal agil sahihul qasdi wal amali. Orang yang berakal benar qasduhnya, sengajanya, wal amal, dan dia benar perbuatannya, niatnya dia benar, amalnya dia benar. Wal ahmak, adapun orang yang bodoh, sahihul jasad, niatnya benar, dunal amal, tapi amalnya tidak benar. Wal majnun, adapun orang yang bodoh, orang yang gila, fasidul qasdi wal amali, dia rusak niatnya dan dia rusak amalnya. Wa idza aradta an ta'rifa annahu thiqatun amla, jika kamu ingin mengetahui dia orang yang bisa dipercaya atau tidak, fas'alhu wa adkin jawabah, tanyakan dia satu pertanyaan dan jawabannya kamu harus mengetahui jawaban yang benar darinya. Thumankuth, diam kamu beberapa hari, mudatan. Thumas'alhu amma sa'altahu awalan, tanyakan lagi dia dari pertanyaanmu yang pernah kamu pertanyakan kepada orang tersebut. Fa in takallama thanan mithla kalamihil awwal fa huwa thiqah, jika jawabannya sama persis dengan yang pertama, berarti orang ini sudah bisa dipercaya. Wa in zada aw naqasa, namun jika pertanyaannya sama dengan pertanyaan yang awal, jarak 1 minggu yang sudah berlalu, kamu pertanyakan kembali, namun dia mengatakan dan dia menjawab lebih atau kurang daripada pertanyaan yang pertama, jawaban yang pertama, walam yakun ala tartib, tidak tertib jawabannya seperti halnya yang pertama, falaisa bithiqah, maka orang tak kena berjajah. Dua ini kan menurut tawacaran orang berakal atau tidak, atau tertawa orang ini kena percaya atau tak kena berjajah. Carana andi akal apa nja orang dia, cerdas apa nja akal orang dia, pinter apa nja akal, tanya aki situng permasalahan, mun ajawab tak korang tak lebih dari apa saya tanya aki sampian, berakal berarti orang dia. Lam yazid alaiha fawagil, tanya aki masalah apa, masalah apa boy, masalah apa boy, anu kejadian beri ro dalam ajawab, oh wis dia tok je lah jawabna, demak kake ntar ke pasar, wis siapa tambah dari kabar alhamdulillah sehat, wis siapa tambah berakal nih berarti. Wa in ata biha wa dzakara kullama fi nafsihi wa takallama bihi fa wahmak, dari kabar kake, aduh tahu ya engkau setia keng dak baen kok ngocak bunyak, padahal pertanyaan dari kabar baen kaifa haluk, dan makafir. Wa dzakara kullama fi nafsihi, apa sirne kono ke keluar kabeh. Tuh tak ngeneng je. Wis ancor kok setia. Wis mareng kok. Nabu king tak nolai. Sebut wa takallama bihi fa wa ahmaq, ketara ring budu. Pertanyaannya singkat dek makafir, keng pertanyaan panjang lebar banyak gelu ring budu. Gimana tanya ke orang, kaif haluka, alhamdulillah fi khair, alhamdulillah. Kaifa asbahta, bagaimana kabarmu di pagi ini, alhamdulillah fi khair. Kaifa amsayta, bagaimana sore hari ini, alhamdulillah fi khair. Weh cak tambah dari makabur, oh tangah sebut, oh aduh di otang dari makai ben ngocak tak kere sahur jering saat tanya ya keng peape nyawotang lagi ya. Jadi orang yang sepinternya kayak temu kan nikah, orang yang sendi akal nikah. Nah, adapun orang yang seberakal, bagus sajana ben amalah, orang yang sebudu bagus sajana keng amalah coba. Napanya mana kemungkinan orang yang beramal karena sahihul qasdi dunal amal. Keng mun orang segila fasidul jasad wal amal. Sajana ya coba, amalah juga. Coba bener tandi akal boleh gila rela mon orang setan di akal sajana bagus sangkun terong kok entar yang ada remah tak bisa kemungkinan lain areh entar
Terono ro'ah tero hadir keng tu dak remeng kok kita sopo lah berangkat engko. Duki do tengah mari maghrib engko. Keng ki ibadah. Sahihul jasad ki ibadah. Dunal amal. Wal majnun orang yang bodoh. Sajane ya coba, amal juga coba. Tandi bener tandi akal rek gila. Gila kuadrat. Ya. Berarti gila murakkab wis. Apa tompok gila. Nah, neka kula panjenengan mon nguji orang. Wa idza aradta an ta'rifa annahu thiqatun amla mun kula panjenengan teronga oning na orang neka keninge percaya panja cukup tanya ki situng masalah. Waatkin jawabah, tengeren jawabna. Mun beda orang neka kesampian berarti orang neka tes sampian kia. Kudu tahu ambian saya tes. Thuman kuth peneng saare dua are seminggu dua minggu. Thumas alhu amma sa'altahul awwala. Al-awwal, tanya aki pertanyaan pada bereng pertanyaan sepertama. Fa in takallama thaniyan mithla kalamihil awwal fa wathiqah. Mun jawabna pada bereng jawaban sepertama, teh tambahin teh kurangin, thiqatun kene percaya. Wa in zada aw naqasa wa lam yakun ala tartib fa laysa bi thiqatin. Mun tak tertib jawabannya lebih banyak tambahna timbang sepertama. Tengeren geng. Waatkin jawab, tengeren jawabannya. Tengeren sepertama. Mun banyakan tambahna atau banyakan ke orang dan kadang terus percaya kan ki ngocak engkau tak nambahin, engkau tak ngurangin. Terus percaya engkau acareta de yere engkau tak nambahin, tak bengal nambahin, tak bengal ngurangin. Biasanya ahli nambahin dia biasa. Mau nambahin cek nambah omong, nambah PC. Nyompeng nambahin, nyangwen tambahin, nambahin omong gitu. Si nambah PC bila. Naam, ba'dul hukama mengatakan alamatul aqli asyrun. Kat singkat, alamata orang yang diakal ni ke 10, tengere. Khamsatun minha fil zahir wa khamsatun minha fil batin. 5 perkara ada pada zahirnya, 5 perkara ada di dalam batinnya. Amma zahir fasumtu. Adapun yang secara zahir orang yang berakal fasumtu, banyak diam, tak banyak omong. Banyak dengan tak banyak omong. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa orang yang beriman dekat Gusti Allah dan iman dekat dina kiamat, falyakul khairan, omong sebagus mun tak bisa nengeneng sampian ni kampun cukup tak ada fitnah wis. Daripada sampean omong tapi enger nambah fitnah. Asumtu. Nomor 2 wa tawadhu. Orang kata tawadhu. Luar biasa tawadhu, tak pernah rasana tunu tuaki, tak pernah rasana ton ngatonaki, tawadhu. Tawadhu. Orang tawadhu yang kak derajat dengan Gusti Allah. Man tawadhu'a rafa'ahu Allah wa man takabbara wada'ahu Allah. Orang yang tawadhu derajat yang kak dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sombong epatoron derajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tandanya orang yang berakal pertama asumtu, diam, wa tawadhu, tawadhu. Nomor 3 wa husnul khuluq. Bagus akhlakah. Dak ring sepona, dak guruna, dak selebih sepo. Bagus akhlakah. Nomor 4 wasit gulgal, mun ngocak jujur. Kena percaya omongna. Nomor 5 wal amalu saleh, orang yang berakal pasti banyak amal saleh. Berarti orang niki kocak di akal. Wa amal batin, secara batin at-tafakkuru, seneng tafakkur. Kermeker dek kekebaina Gusti Allah. Tafakkuru sa'atin khairun min alfi ibadatin. Kermeker sesaat bae atas kebaina Gusti Allah, atas ciptaan Gusti Allah. Kermeker subhanallah langit tanpa cagak, subhanallah gunung tasik, subhanallah are, subhanallah bintang bulan, subhanallah pekerongku sing nambahin nambahin keagungan Gusti Allah, semakin mengagungkan kepada Allah.
semakin merasa diri ini tak mampu, tandi kemampuan apa-apa. Tafakkur. Wa fi anfusikum, bahkan ning aben tibi ini kayak pikir manosah beri merepat ning Gusti Allah pikir beri lesan, beri kopeng, beri tanang, beri sokoh cek pantes sah. Subhanallah, baik bina Gusti Allah. Nomor 2, wal i'tibaru, selalu mengambil pelajaran. I'tibar, i'tibar, mengambil pelajaran. Bahkan dari sesuatu yang rendah, yang remeh pun dia mengambil pelajaran. Dari kanak kenek bisa mengambil pelajaran. Kanak kenek ni keloman, kanak kenek ni seneng bergaul ben kanca-kancana, bila atokar cepat mareh. Benan bi sewa tua, cekak. Cekak terus tak remare. Ngalak contoh, biayi syai'in, dengan segala sesuatu apapun, mengambil contoh, selalu i'tibar. Bahkan pada orang perampok neka ajareta akin yang hikam neka orang perampok kelak lan jalan hidayah dari Gusti Allah bisa tobat gara-gara ngetelak napa, ngetelak olar sebuta kelak pakanen bi mano cek saking ngetelak olar kelak mano ni mesti kakan tapi belas kinangan manuk ria meri pakan deka olar sedalam keberadaan tak ketengal sebutan nika i'tibar balju mosok padahal nika perampok mosok engkau kalah bereng manuk ria manuk andi rasa neser de hewan semesti menerkam mesti ngakan sedangkan engkau andi akal andi pikiran andi naluri andi ateh mosok tandi neser de orang lain kira-kira gara-gara i'tibar mengambil pelajaran dari seekor burung yang memberi makan kepada seekor ular lencelan hidayah ambu tak ngerampok ambu tak ngelakonin perbuatan sejahat hidayah dari Gusti Allah yang lebet ngambil pelajaran dari seekor burung kelak. Wal khusyuk nomor 3 khusyuk dalam solat khusyuk dalam majlis khusyuk ya dalam salat khusus khusyuk belajar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata awwalu ma yurfa'u min hadhihi al-ummah al-khusyu' fi shalah. Pertama kali sebekal yang ka'tin yang Gusti Allah dari umat ni adalah al-khusyu' fi shalah. Salat kain mainan, salat kain mainan, salat ni tak sakral lah. Aja solat tak khusyuk sekali. Ketahuilah, ini adalah perkara sepertama kali kalak di Gusti Allah orang sesolat tadi khusyuk, tadi kekhusyuan. Setua pun aja, dalam solat aja, ning majlis aja, tak ada serius sekali. Orang cerdas nih, orang mesti nih keserius. Semakin orang nih banyak serius, sebanyak mikir, semakin cerdas orang dia. Tapi mulai banyak aja banyak omongan-omongan saya tak manfaat, banyak kelakuan saya tak guna. Kena tu aki bodoh dengan neka. Adapun orang khusyuk, orang saya khusyuk ni tu aki cak. Napa akal cak pinter, bisanya bajana kerja ya kerja. Bajana ngaji, bajana sekolah, bajana majlis, bajana solawat, bajana zikir, bajana baca Al-Quran, bajana bisanya khusyuk, bajana solat khusyuk. Nah, sehingga orang yang tepat ngaji nggak nikah, nekuk tasbih pun tak pantas sampean. Nekuk tasbih sampai nawirit, tau sawirit, are ngajir ya, bajeng ngidi ngaki. Mun sampai nawirit deki mari bajeng, deki mari duha wirit, bapak gak tasbih nala. Mun ngaji nikah, cek buru campur wirit. Benih tak bagus, keng tempat sampean kelero. Hatta baca Quran, di nak pengajian sampai baca Quran. Dengan ilmu nega dengan seksama cak niat ngaji ke kulantan dengan nasihat-nasihat Al-Habib Abdul Haddad nega malai manfaat. Majlis tak khusyuk, ruah tak khusyuk, pas bila kulit sampai nega khusyuk, bajang tak khusyuk, hanya neng beberapa saat bayi, mungkin neng sak jam setengah, marsi nega mulai agak gelagakan boleh khusyuk. Makanya kulo paling tak masih ada orang setak khusyuk nega dalam anggap tak sadet tang tak bisa khusyuk daripada sampean ngerosak
tambah sampean ngerepoten, tambah agudah de orang-orang setera khusyuk. Salat kebiak kerja, majlis kebiak kerja, tanda khusyuk sekali. Masya Allah. Bila saya ingat ke pangeran re bila. Dalam solat lopah ke Gusti Allah. Dalam solawat lopah ke Kanjeng Nabi. Apa boleh luar solat saya ingat ke Gusti Allah. Naudzubillah. Nomor 3 wal khaufu. Naam. Wal khaufu andi sifat takut ke Gusti Allah. Ini tanda orang berakal nih. Orang si andi sifat takut ke Gusti Allah, orang ini berarti andi akal. Semakin takut semakin kuat akal, semakin takut semakin hebat akal. Semakin bengal ke Gusti Allah, semakin tak yangkul akal pikirna. Terakhir nomor 5 kita neka wa dzikrul maut, banyak ngingak ke mati. Al kayyisu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ahmaku man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Orang yang berakal, orang yang cerdas akalnya, al-kayyis, orang yang cerdas akalnya, orang yang pintar akalnya, mandana nafsahu, dia selalu mempersiapkan dirinya, wa amila lima ba'dal maut, dan orang tadi itu mau beramal lima ba'dal maut, untuk kehidupan setelah kematian. Saya ke akhirat re apa? Pikir cukup tasanggur kang kuwi ke akhirat. Al-Quran, solawat, dzikir, sodako, solat. Wal ahmak, adapun orang yang bodoh, wal humko, ahmak, man atsba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Orang yang bodoh adalah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allahil amani, kemudian orang tadi itu selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Harap selamat, harap masuk surga. Yang tadi amal, Imam Hasan Al-Basri mengatakan, talabul jannah bila amal dzambun minadz dzunub. Orang serep ngarep surga, terus masuk surga king tanpa amal, dzambun minadz dzunub, dosa daripada pan dosa seraja nih. Ngenyek berarti dia. Masuk pasar tak yo pese tak oleh apa kok. Masuk surga tan di amal. Amal saya kemah saya kebe nih kah. Saya patut saya cukup saya kemah. Nah ini adalah tanda-tanda orang yang berakal berdasar polo. Yang kita nikah selemak berneng zahir, yang kita nikah asumtu, diam, wa tawadhu wa husnul khuluq, bagus akhlakah, wasidkul qaul, jujur ojakna, wal amalus salih, dan bagus amalah. Nikah secara zahir. Mun secara batin tafakkur, selalu mikir sebelum bertindak, sebelum berbuat epikir kada. Wal i'tibaru, selalu mengambil pelajaran, saya terkandung dalam satu hal yang terjadi. Ingat saat mangken nikah, kita ambil pelajaran dari kejadian gempa bumi. Nikah kekuatan sangkun dangkal tak dalam, tapi getarnya semakin kuat. Kedalaman dari pusat gempa ini tak dalam menurut BMKG ini kan hanya berapa dari kedalaman dari permukaan bumi dari pusat gempa ini tak dalam, sehingga getarnya begitu terasa yang tak berpotensi tsunami. Kita ambil pelajaran. Mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada bumi untuk bernafas lega, sehingga orang yang di atasnya, terkadang Allah memberikan izin kepada bumi untuk bernapas sehingga mengakibatkan gempa dan tsunami yang dahsyat. Kita ambil pelajaran, apa hikmahnya? Mungkin membuat mampu dengan kejadian tersebut manusia akan kembali kepada Allah. Manusia akan semakin merasa takut kepada Allah. Manusia semakin taat perintah Allah, semakin menjauhi larangan Allah dengan kejadian tersebut. Ambil pelajaran, ambil hikmah, i'tibar dengan kejadian nikah. Dari kejadian nikah mungkin banyak yang tobat, banyak mungkin orang yang saya salah tak akor moro akor. Saya rasa tak susah, kehilangan anak, bungko ancor anak mati, musibah aja. Bungko ancor anak mati, apa saban keluarga. Tapi kita ambil pelajaran. Allah Subhanahu wa taala
mungkin maenga kelaban cara neka supaya orang merasa bahwa manusia adalah makhluk yang paling lemah, tandi kekuatan apa-apa. Sekuat Allah Subhanahu wa taala, seandi segala-galanya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumu sa'atu hatta takturul zalazilu. Tidak akan tiba hari kiamat sehingga banyak terjadi gempa bumi. Kita ambil pelajaran. Semakin semak, semakin banyak gempa bumi, semakin banyak gempa bumi, semakin semak tina kiamat. Wih bejana tobat ponan. Bejana abali dekat jalan seiridain tina Allah Subhanahu wa taala. Keng nyoon dekat Gusti Allah. Termoko umat Islam saya keneng musibah. Ya paring kekuatan tineng Gusti Allah, paring kesabaran tineng Gusti Allah. Saya kehilangan keluarga, saya kehilangan compo harta benda. Mentermu ke kentek tineng Allah Subhanahu wa taala. Mentermu ke umat Islam di segala penjuru. Jaga tineng Allah Subhanahu wa taala, khususnya bumi Indonesia. Jaga dari balak ben musibah, wakil dari balak ben musibah. Barakana hadrah. Saya bercarang sarang Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Barakan hadrah saya baca, insyaallah manter tada boleh balak dan musibah yang menimpa neng Indonesia ni. Amin Allahumma amin. Sebagai penutup dari pengajian neka, karena neka bab berakal dan kita selalu mengambil pelajaran, ketahuilah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan kepada kita tentang keamanan. Setiap manusia pasti ingin mendapatkan keamanan. Tidak seorang pun yang mampu memberikan rasa aman kecuali Allah Subhanahu wa taala. Alat apapun kalah bi kekuatan Gusti Allah. Sehebat apapun usaha daripada manusia, tetap tak bakal mampu kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi pernah ada bu dek kakaul manjenengan sebagai umat tah, agar sopaja selalu dalam keadaan aman. Apa debun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam? Anzalallahu alayya amanaini li ummati. Allah telah menurunkan kepadaku amanin, dua keamanan li ummati, khusus bagi umatku. Allah menurunkan kepadaku amanaini, dua keamanan li ummati, khusus bagi umatku. Nih kangkui orang-orang yang setero amanah. Resep dari Nabi. Tak usah nganti lagi alat. Tak usah nganti lagi pikiran, ilmu pengetahuan alam. Taib, silahkan Anda mempelajari ilmu pengetahuan alam, tapi jangan lupa resep dari Nabi untuk mendapatkan keamanan. Allah Subhanahu wa taala sabakala beri keamanan. Dalam Al-Quran ada dua keamanan khusus kanggo mata Kanjeng Nabi. Dalam Al-Quran, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah tidak akan mengazab satu golongan wa anta fihim, selama ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selama berada Kanjeng Nabi ning dalam situng golongan, Allah tak bakal memberikan azab, tak bakal meturun bala ben azab. Apakah ayatnya tak berlaku? Karena Kanjeng Nabi lah tak ada, tetap berlaku. Kulibi sampean tak bisa apolong bi Kanjeng Nabi secara zahir, tapi bisa apolong bi Kanjeng Nabi kelaban cara ngodiin sunnah-sunnah Kanjeng Nabi. Selama berada Kanjeng Nabi dalam ateh, selama berada Kanjeng Nabi bereneng compok beng sebeng sambian, selama ini ke Allah Subhanahu wa taala tak bakal meturun azab ben balak dekat manusia. Arab bermak kadariyah, banyak orang lupa ke Kanjeng Nabi lah. Yang ke Kanjeng Nabi lah mate bi syariat tah, mate bi sunnah-sunnah nah, sete aja nah. La taqul matal habibul mustafa, la taqul anna ad-diya'a qadin tafa. Jangan kamu mengatakan Nabi telah meninggal. Tidak.
Nabi hidup selama-lamanya bersama kita dalam hati. Mon jasa ta sedda punan. Tapi nur cahaya kanjeng Nabi. An-nadhiya godin tofa nur kanjeng Nabi lamate tak pernah padam nur kanjeng Nabi, cahaya kanjeng Nabi. Selama beda kanjeng Nabi neng ateh manusia umat Islam nih kah umat ta. Ada banyak lupa lah ke kanjeng Nabi. Enggak bulan molot beri bulan molot banyak senyebut kanjeng Nabi aroma sama kanjeng Nabi. Bulan takepe elang kanjeng Nabi wis. Pertama, selama berada kanjeng Nabi di tengah-tengah umat Islam wa anta fihim tak bakal datang balak dan musibah. Terus dak rumah kanjeng Nabi lah tak ada. Tak bisa apa lebih kanjeng Nabi. Cahaya nak sahabat lem ateh. Sunnah tetap odi. Maka berarti kalau panjenengan paden apa long bi Gusti kanjeng Nabi. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Selama manusia nika gelem beristighfar minta sapora. Selama dua nika lakonin resep dari Nabi, bekal oleh keamanan. Selama kanjeng Nabi odi dalam ateh, selama manusia nika minta sapora ke Gusti Allah, tak pernah Allah Ta'ala menurun adab dekat manusia. Silahkan pelajar ilmu pengetahuan, silahkan kita membeli alat pendeteksi sebelum terjadi tsunami, bagus. Tapi ajak masyarakat kembali kepada jalan yang benar. Ajak mereka umat untuk selalu mengikuti perintah Allah. Ajak umat untuk selalu mengingat Rasulullah. Ajak manusia umat untuk selalu menghidupkan sunnah Rasulullah. Yang tak ada iya pak. Alatnya beli tapi maksiatnya berdatang di pemerintah. Alatnya beli dengan mahal, bahkan mungkin miliaran regana. Tapi apa sih maraki Allah Ta'ala menurun balak berdatang. Percuma alat tah, percuma. Dua adalah resep lah. Kanjeng Nabi nomor 2 istighfar dekat Gusti beres insyaallah. Tak ada cerita Al-Quran ni kecarpak, ada cerita Allah Ta'ala ni kelecek tak kira. Selama odi kanjeng Nabi hayyun fi qulubina, odi dalam hati kuli sambian. Selama ni Allah Ta'ala tak bakal menurun adab. Selama kuli sampean ki gelem minta sapora istighfar dekat Allah Subhanahu wa taala, tangisin tu sana pente sapora. Karena pun tak ada orang yang minta sapora. Tegur tining Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb matur muga selamat. Paling aman situ aja. Dari pocak borok sampai pocak timur, pocak laut, pocak deje khusus umat Islam. Matur muga paling aman tining Allah Subhanahu wa taala. Nika orang yang berakal selalu mengambil pelajaran. Sesuatu saya terjadi, ambil pelajaran, bahkan dari moso sekalipun, ambil pelajaran dari moso, kalah ilmu pelajaran dari moso sekalipun moso. Karena orang yang saya selalu mengambil pelajaran ini adalah orang yang berakal. Dari saya terjadi saat makin ini pun poluan saya sedang ini Cianjur nih ya, ampun poluan bungkoh rata ancor. Anak apa sabi ring tua apa sabi anak laki apa sabi aduh derma kira-kira bungku ancor keluarga mati derma suasana kira-kira intabe Allah Ta'ala mampu sebagaimana terjadi ning kota-kota lain mungkin ning tempat-tempat lain pun Allah Ta'ala maha mampu tetapi selama dua nikah untuk memberikan rasa aman dekat kaula dekat keluarga kaula dengan situ aja dua nikah geraki pun kebala ada keluarga ajaraki ada anak-anak hayyun fi qulubina Nabi paudi dalam hati odiin sunnah kanjeng Nabi belajaran istighfar mari salat istighfar ya kamu beristighfar pujar majelis istighfar minta sapora dekat Allah Subhanahu wa taala ya termuka titil masih manfaat barakah termuka insyaallah nasihat nikah bisa memberikan pelajaran kakaul mancinengan sehingga dari majelis pujar majelis nikah teti orang yang minta sapora teti orang yang atobat teti orang yang berakal akal gelak yang kui sehingga tak banyak omong tapi banyak amalah amin Allahumma amin ikhtalafal ulama fil ilmi wal aqli wallahu a'lam bissawab fatil qasidah. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أشرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات
واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسما فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قبول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.